القصه اللي غادي تسمعوا اليوم حقيقيه وواقعيه وطرات بالضبط سنه 1993 بجنوب المغرب. هاد القصه ديال واحد السيد مغربي واللي كان صحافي، كان واحد الشاب ذكي بزاف وما كيخافش وزاعم. في الاول كان كيبحث في هاد العالم ديال الجن، كان كيبحث فيه واش بصح كاين ولا لا. يعني هاد الشاب بغى يكتشف هاد العالم ديال الجن واش بصح اصلا كاين في الوجود او لا غير كذوب وخرافات. هاد الصحافي هذا في الاول كان واخد هاد الامر كعمل وبحث فقط، لكن من بعد غادي يلقى راسو انه تواصل مع عالم الجن، بل وتخليه من اوسع ابواب ديالو. غادي يتعامل مع بزاف الانواع ديال الجن، منهم شياطين وعفاريت ومرضى. وماشي غير هادشي صافي، لا بل تعامل مع ملوك الجن السفليين. هاد الشاب هذا غادي يدوز من واحد التجارب اللي قاصحه بزاف ديال بصح، واللي مازال ليومنا هذا كيعاني منه. وحاليا راه كيسكن في فرنسا، وبالضبط في مدينه ليل الفرنسيه. لكن هاد السيد هذا باقي ليومنا هذا متبوع من عالم الجن. شنو وقع لهاد الشاب وشنو هي القصه ديالو وكيفاش اصلا حتى بدات هاد القصه كامله من الاول؟ هادشي الخوت هو اللي غادي نعرفوه دابا. هاد القصه كامله الخوت غادي نعاودها على لسان السيد اللي عاودها، اللي هو زكريا، اللي هو البطل ديال القصه. غادي نعاودها على اللسان ديالو وكانني انا زعما هو زكريا باش نقربكم من القصه اكثر. ودابا الخوت بغيتكم توجدوا راسكم لاخطر قصه ممكن تسمعوها في حياتكم كامله. القصه ديالي غادي تبدا سنه 1993. بما انني صحفي مغربي، واحد النهار قررت انني نكتشف هذا العالم ديال الجن والشياطين، نكتشف واش كاين بصح او لا. وقررت انني نبحث فيه ونتعمق فيه. هنا غادي نتصل بواحد الشيخ اللي معروف بزاف واللي كاين بالضبط في جنوب المغرب. هذا الشيخ ملقب بالشيخ العكراشي، واللي كيتعتبر من اقوى الشيوخ الروحانيين اللي دازوا في التاريخ. ملي عيطت لهذاك الشيخ غادي يجاوبني المساعد ديالو اللي الاسم ديالو حمزه. دويت مع المساعد ديالو فهمته وقلت ليه بغيت نتلاقى مع الشيخ العكراشي باش نحاول نبحث في هذا الموضوع ديال الجن، وبغيتو يعطيني معلومات ويعرفني عليه اكثر. وهذا الشيء كامل كنت باغي نعرضه في صفحات ديال الجريده باش يقراوها الناس ويستافدوا. المهم الشيخ غادي يقبل هذيك الدعوه ديالي وقبل انني نمشي عنده، وبالفعل غادي نهز المسائل ديالي وغادي نتجه عند الشيخ العكراشي. غادي ندخل عنده وغادي نلقاه كيتسناني. هنا ملي سلمت على الشيخ ورحب بيا بديت كنسول فيه. سولته وقلت ليه واش بامكان الجن ياثر على الانس، زائد سولته سؤال اخر وقلت ليه واش بامكان الانس يتصل بالجن. الشيخ غادي يجاوبني وغادي يقول لي ممكن. عاود سولته وقلت ليه وكيفاش كيوقع هذا الشيء، كيفاش كيطرا؟ كنظن ان هذا الامر مجرد خرافات واكاذيب، وكنظن ان شي حاجه بحال هذه راه ما يمكنش تكون وعمرها ما تكون اصلا. وكنظن ان هذا الشيء كامل غير ضحك على العقول الصغيره والعقول اللي كتكون جاهله، يعني هذا الشيء ما منوش. هنا الشيخ غادي يعاود يجاوبني وغادي ياكد لي وقال لي لا راه بصح ممكن باذن الله بطبيعه الحال. غادي يسولني الشيخ وغادي يقول لي واش بغيتي تجرب؟ انا بطبيعه الحال قلت ليه اييه باغي نجرب واخا قنعني. هنا الشيخ غادي يضحك واحد الضحكه ديال الاستهزاء وغادي يعيط على المساعد ديالو حمزه.